غلطة لسان أكدت حمل نهال مرات حسن حوارات، مقارنة الناس بفستان نهال وفستان العروسة آلاء، وإن نهال بتقلد العروسة ولابسة زيها فستان أبيض. أهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، دعمكم هيشجعني إني أكمل والقناة تكبر بيكم ومعاكم. شفنا في فيديو حسن حوارات كان واخد ولاد اخواته ومراته واخوه وعروسته الجديده آلاء، وخرجوا يتفسحوا شويه، وكان حسن جايب لهم بالونات يلعبوا بيها طبعا للبنات ولمراته ولمرات اخوه. وهم بيلعبوا بالبالونات راح محمد قال لنهال ان شاء الله هتجيبي توأم، وقعد الكل يأمن على الدعوه. وبالكلمه دي اكد محمد من غير ما ياخد باله ان نهال حامل. هتقولوا لي طب هم ليه مخبيين؟ هم بيحبوا يقولوا كل حاجه في وقتها، ودي حريه شخصيه احنا ملناش ان احنا نتحكم فيها او ملناش ان احنا ننتقدها. كل واحد وبيبقى ليه وجهه نظر في حياته، وامتى يقول الحاجه وامتى ما يقولهاش. بس في متابعين كتير بيحبوا عيله الحاج جابر وبيحبوا يعرفوا اخبارهم، وكانت الكلمه دي بمثابه تاكيد لشك الناس ان نهال حامل. شفنا في فيديوهات تانية الناس بتنتقد نهال انها كانت لابسة ابيض زي العروسة آلاء. يا جماعة الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت ممكن يعمل فتنة في العيلة، ممكن يخلي الاتنين يبقوا شايلين من بعض، ممكن تبقى العروسة مش واخدة بالها وبكلامكم انتوا تخلوها واخدة بالها. ايه المشكلة انها تكون لابسة ابيض، لابسة اخضر، لابسة اصفر؟ مفيش مشكله. مش معنى ان العروسه لابسه ابيض ده هيبقى حكر ان محدش يلبس ابيض زيها. ما يعلمش النوايا الا ربنا سبحانه وتعالى. انتوا كده بتشككوا في نوايا نهال وبتلفتوا نظر آلاء ان هي مثلا عايزه تغطي عليها، غيرانه منها. الكلام السلبي اللي اسمحوا لي واسفه في الكلمه ملوش اي 30 لازمه انه يتقال، لان ده ممكن يعمل فتنه في العيله ويعمل مشاكل. عندنا كلمه حلوه نقولها، ما عندناش ما نتكلمش. يعني زي ما بيقولوا كده فلتقل خيرا او لتصمت. لو في كلمه حلوه تتقال اهلا وسهلا، مفيش كلمه حلوه بلاش الانتقادات السلبيه اللي ممكن تعمل مشاكل من غير ما تاخدوا بالكم ومن غير ما تحسوا. ادعوا لهم ربنا يتمم لهم بخير، وان يديم دايما المحبه والمعروف واللمه في العيله. لمه العيله حلوه ولمه العيله جميله والفرح حلو. الف مبروك لنهال لو فعلا خبر الحمل مظبوط، مع الايام الخبر هيتاكد. بس هو كده اكيد ان هي حامل، لان كلمه محمد ما جاتش عبث. يعني هي وقع بلسانه، بس هي اكيد الموضوع صح. ربنا يكمل لها على خير ويرزق كل مشتاق، وربنا يا رب يتمم لمحمد على الف خير ويلم شمله على عروسته، ويا رب يا رب يفرح كل الشباب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش تدعموني لان دعمكم هيشجعني اني اكمل والقناه تكبر بيكم ومعاكم. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.